حادثة الطفل ياسين واللي كانت السوشيال ميديا والدنيا تقريبا في مصر مقلوبة عليها الفترة الأخيرة. للأسف الحادثة دي أظهرت أن مصر فيها كم من الطائفية والتعصب اللي أصبح يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي المصري بالمناسبة. الأمر يعني أنا شايف أن هو خطير للغاية، ان حادثة زي دي هي قضية جنائية اتحولت لصراع بين المسلمين والمسيحيين، لان المجني عليه مسلم والجاني مسيحي. لكن الطبيعي لو احنا في دولة مدنية زي ما احنا ما بندعي او بنتمنى ان احنا نكون عايشين، فده اسمه مواطن مصري وده اسمه مواطن مصري، ده مجني عليه وده جاني، وفي قانون وفي قضاء لازم ياخد مجراه. والطبيعي ان احنا نكون بنثق في القانون والقضاء. ووالد الولد ووالدته لجأوا للقضاء، فالطبيعي ان احنا كنا نتضامن مع الضحية، ده شيء طبيعي لان الحادثة كانت صعبة للغاية على انفسنا جميعا، وننتظر حكم القضاء. لكن فوجئنا بحالة من الحشد على الطرفين. الطرف المسيحي شايف ان الجاني عشان هو مسيحي هو بريء لمجرد ان هو رجل عنده 80 سنة، وشايف ان دي هجمة من المسلمين المتعصبين عشان يشوهوا صورة الكنيسة ويشوهوا صور مدارس الراهبات. والطرف الآخر المسلم شايف ان عشان ده مسيحي والكنيسة حمياه، فقضية جنائية بسيطة كانت ممكن تولع في البلد. فأنا شايف بعد الحادثة دي ان بلدنا بالمناسبة في خطر حقيقي. الوحدة الوطنية اللي احنا دايما بنتكلم عليها في المناسبات طلعت فعلا هي مجرد شعارات في المناسبات. مفيش وحدة وطنية، في نار موجودة تحت الرماد في اي لحظة ممكن تشتعل تاكل البلد باللي فيها. فأتمنى من الأزهر والكنيسة والإعلام المصري اللي للأسف مش مصري لأنه مش مشغول بقضايانا الحقيقية، انه يلعب دوره بقى الحقيقي.